حاسس الموسم هيبدأ شكله ازاي مع الزمالك؟ ده غير بص الكونفدرالية طبعا. يعني خلينا نقول ان الظروف اللي نادي الزمالك مر فيها الفتره اللي فاتت دي ظروف صعبه جدا على مجلس الاداره اللي موجود، لان هو بيدفع فواتير اللعيبه اللي هي كانت شاكيه النادي. يعني انا اعرف اللي هم دفعوا يعني دخلوا في مليار، قالوا كده فعلا. مش كده؟ اللي هي كلها غرامات لعيبه والكلام ده كله. طب تخيل لو الفلوس دي موجوده آه، ومفيش غرامات وموجوده في النادي، كانت الامور هتتظبط احسن من كده اكيد وكان طبعا. هيبقى في استقرار اكتر يعني. اكيد طبعا. فالواحد بيقول يعني كلمه حق، ان المجلس اللي موجود بيدفع وقاعد يسدد وقاعد يعمل اللعيبه عشان القيد ما يتوقفش، وفي نفس الوقت بيحاول يجيب فلوس عشان يعمل تدعيمات عشان السوبر المصري والافريقي والكلام ده كله، وعشان ارضاء لجمهور نادي الزمالك برضو لان لازم في صفقات. كل ده تبرير. الواقع ايه اللي هيحصل؟ تبرير ايه؟ للواقع ما هو ده يعني. ما هو ده يعني دي حاجات. اسباب اللي هو عشان الفلوس وعشان الغرامات وعشان ايوه ايوه، ما فيش احنا استقرار. النادي رايح فين بقى؟ يعني الجمهور اه. عايز يعرف النتيجة. انت كراجل من ابناء النادي واللعيبه الكبار مم. شايف الوضع مش هيحصل استقرار في النادي غير لما كل الفلوس اللي على النادي او مرفوعه على النادي تخلص. مش هيحصل استقرار طول ما في فلوس قاعده تدفع في غرامات. دي مشكله كبيره، دي حاجه. تاني حاجه ان انا مطالب كمجلس اداره في ظل ان انا بدفع الغرامات دي ان انا بجدد لنجوم الفرقه. كنت مع زيزو يمشي ولا يقعد؟ لو انت آه، صاحب القرار. لا انا عايزه يقعد. لا مش بس مشجع. امال لو ايه؟ انت رئيس النادي اه او عندك السلطة وصاحب القرار اه في انك تقبل العرض اللي جه لزيزو اه بالرقم اللي سمعناه، مم، ولا يقعد. انت مم. معكش تجدد له. هو يمشي فري. انا هعرض. صح كده؟ اه طيب انت بقى هتبقى عايز تقعده ولا تستفيد بالفلوس دي في تدعيم النادي؟ تمام. لو انا مش هقدر اديله الفلوس اللي انا هتفق معاه فيها يمشي. مش هتقدر. انت عندك انت لا ما انا جايلك اهو في ايه. ما هو اللي حصل ايه، زيزو طبعا لعيب كبير طبعا. ولعيب اضافه واحسن لعيب في مصر طبعا. صح. لكن انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ انا كمجلس اداره انا عايز زيزو يقعد، امر طبيعي. طب انا دلوقتي يا زيزو تعالى، انا امكانياتي 60 مليون، وده انت اغلى لعيب في العالم كده في امم. مصر يعني. امكانياتي 60 50 مليون دول هديهم لك. انت بقى كزيزو انت اللي تقعد ولا مش عايز تقعد؟ ما هو معلش، اذا اردت ان تطاع امم. فامر بما يستطاع. تمام. صح كده؟ تمام. هو النهارده احمد مصطفى زيزو ادى للزمالك. امم. اداله. تمام. شال الفرقه في وقت كان تقريبا شايلها على معاك. كتافه. تمام. النهارده لما يجي له فرصه انه يحترف ويحقق امم. حلمه هو عايزه ماشي. برقم انت مش هتدوله. هو يعني انا هو النادي مش موافق. لا لا، ما هو انا ثانيه عايز واحده بس، ما انا يعني هكمل لحضرتك. قول. ما هو انت قدامك حل من اتنين. تمام. انت النهارده هو جاي له ما يقرب من ال 180 مليون في السنه. صح صحيح. كده؟ فاهمين صح؟ امم. انت عايز تديله تلت هذا الرقم ماشي. او عشان دي امكانياتك، وانت كده زي ما انت قلت ابقى اغلى واحد في العالم. اه. بس هو عنده فرصه احسن انه يلعب في تحدي جديد امم. وياخد رقم كبير. هو في الاخر هو بني ادم بيعمل مستقبله، ماشي. وهو فعلا ادى للنادي. فليه امم. كل الاطراف ما تكسبش؟ ان احمد يحترف امم. ياخد فلوس كويسه. الزمالك الفلوس العائد اللي هيجي من ورا احمد سيد زيزو مم. يدعم بيه الفرقه. اكيد مم. مش هدعمها مش هعرف اجيب مستوى تمام. مش احمد زيزو مستواه فريد. ماشي. بس اقدر افك الفلوس دي اجيب بيها 8 لعيبه سوبر مم. يدعموا لي المراكز. طب نبدأ بقى واحدة واحدة كده. لكن انت النهارده، ما هو انت ما اتفقتش. انت لو جيت اخر الموسم مشي طب خلينا هتاخد ايه؟ نتكلم، ما انا هقول لك اهو بقى. لا ما اسمعني عشان برضو تبقى الامور واضحة. انا دلوقتي كزيزو قلت ان انا مش همشي، انا قاعد في نادي الزمالك خلاص. زيزو قال كده، وانا كمجلس ادارة عايزك تقعد. هو صح. قاعد بيكمل عقده، هو الراجل بيحترم عقده ما هو وبيحترم انا النادي. ما هو بيحترم عقده، ما فيش مشكلة. لكن لما انا دلوقتي جيت كمجلس ادارة عايز اجدد لك، ما انا عايز اجدد لك صح، مم. عشان برضو الجمهور والنادي الزمالك محتاجك والكلام ده كله، وجاي لك عرض قد كده. مجلس اداره قاعد مع زيزو، عايز تمشي ولا تقعد؟ قال لهم عايز اقعد. قال لهم طيب انا اديك 60 مليون 50 مليون، ووصلوا 60 مليون في السنه. رقم كبير بالنسبه للظروف ما فيش نادي في بالنسبه مصر للدوري لا اصلا. مفيش. لا مفيش. ما فيش. فانا كمجلس اداره دلوقتي
قلت هديك 60 مليون. ما هو ده امكانيات، انا مش هقدر اعمل اكتر من كده. انت زيزو بقى عايز تجدد ب60 ولا هتستنى لاخر عقدك وتمشي؟ انا قلت الكلام في قناه الزمالك وقلت ان زيزو، لا، زيزو جدع، حتى لو هيمشي هي هيتباع لنادي الزمالك. يعني قصدك هيجدد قبل ما يمشي عشان الزمالك عشان ياخد فلوس؟ عشان ياخد فلوس. انا اعتقد كده، انا مم. اتصور كده، لان زيزو جدع. بس الفكره كلها ان مفيش حد غلطان دلوقتي. لازم الجمهور يفهم القصه دي، ان انا كمجلس اداره او كنادي الزمالك عرضت 60 مليون. ال60 مليون برضو لو ما نيجي نفكر فيها، اوضه اللبس هتبقى صعبه. ده اللي انا عايز اقوله. يعني انا 60 مليون في زيزو يستاهل 100 مليون كمان. بس بناء على 60 مليون وجنبك بياخد 8 ما ينفعش، وجنبك بياخد 5. ما ينفعش. ماشي، ما انا عشان كده بقول لك كان انا وجهة نظري بس ده اللي كان هيحصل. ان الحل الامثل في اللي حصل ده. ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ ما هو ليه؟ انا كمجلس هو اداره موافق. هو زيزو مش عايز يمشي، ما هو اللي مش عايز يمشي. لا، هو مش عايز يمشي. هم في الاخر هم لو آه. هو اكيد هو حابب يحترف في مكان تاني. ايوه، اصل انا كمجلس هو اداره لو هو عايز اوافق مش عايز هوافق. يمشي غصب عن الزمالك. لا، هو مش عايز يمشي غصب عن الزمالك، ولا لو الراجل بيحب الزمالك وبيحب الجمهور وبيحترمه. مم. بس في الاخر هي جات له فرصه زي محمد عبد المنعم، هم اتفقوا زي على اي واجب. لعيب، زي مصطفى محمد. هم متفقين يعني. ما هو اصل الكلام ده ما ينفعش يمشي كده من غير ترتيبات ومن غير اتفاق ومن غير كلام. بس هو لو هم متفقين اه كان على الاقل جدد. هو في يناير يتفاوت فري، صح كده؟ اه طب احنا النهارده في شهر 9. طب قول لي انا كمجلس اداره اعمل ايه؟ قول لي لا، يعني، ما خليك انا انت. بقول لك هو مجلس اداره لو هو عايز يقعد هيجدد. كان اعلنوا ده تجديد. اللي انا قلته. لو هو ما جددش، معنى كده ان هو نفسه يحترف مش نفسه. وحقه خلي بالك فرصته. زيزو لو مشي من الزمالك الموضوع هيبقى يعني اي حد بيمشي من الزمالك والاهلي. اكيد طبعا، بس خلينا هو لعيب نحط النقطة كبير. دي. هو لعيب لا كبير ويعرف لا يحافظ على نفسه. بس اللي اقصده مش ده، اللي اقصده ممكن اسالك سؤال. مم. هو ماذا لو هي كانوا المشكله وافقوا لزيزو، فين؟ وافقوا لزيزو على الاحتراف وخدوا تمام. الرقم الكبير قوي ده اللي سمعناه، اللي هو انا وصل ما انا 6 مش مليون معترض، دولار. مش معترض. انت في الاخر غراماتك اللي بره هتعمل لها ايه؟ 2 مليون دولار كله على 3 مليون خلي دولار. بالك بس انا جاي لك في الكلام اللي انت بتتكلم كلام عقلاني تماما وانا ولا معاك. وفي الاخر انا اقدر ادعم. انا النهارده عندي اقدر ارجع مصطفى فتحي من بيراميدز، مم. اقدر اجيب رمضان صبحي، اقدر اجيب اعمل اي حاجه. لا، واجيب فروة خطير جامد اعمل جدا. كل حاجه، اعمل كل ومعايا حاجه. عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد عواد واجيب كله. مدافع أنا او معاك، اتنين أنا تاني معاك، والونش بس يرجع. النقطه هنا في فتبقى حاجه. هتبقى عندك فرقه. انا معاك، بس النقطه هنا ان زيزو صفقه جماهيريه، بمعنى ان انا دلوقتي كمجلس اداره ما اقدرش افرط في لعيب مهم زي ده في الوقت اللي انا فيه. هو اللعيب ده شالك، ما هو انت شالك في الوقت المهم ده ويشيلني سنتين كمان. وثلاثه. ما هو يشيلني وانا شيلته. ما هو يشيلني ونادي الزمالك شاله. اصل انا اقول لك حاجه، مفيش لعيب يعني هيفضل خالد في نادي الزمالك او النادي الاهلي او مفيش مفيش كله ما بتقفش على حد، بس كده. كله بطل لكن يعني بالظبط. مفيش حاجه. فانا بتكلم في ايه؟ بتكلم في حاجه عقلانيه، ان انا دلوقتي زيزو انا عايزه كمجلس اداره وكجمهور نادي الزمالك، عايزه طبعا يبقى موجود. لكن انا اعمل ايه كامكانياتي؟ اعمل ايه؟ انا جيت قلت لك كزيزو هديك 60 مليون، وده رقم مهول في الكوره في مصر. انت مش موافق، طب اعمل ايه؟ ابيعك؟ اه اكيد ما هو اكيد وصلوا لحاجه بقى، اكيد في حاجه، لان التنفيذ نفسه ما حصلش حته البيع. وخلي بالك انا عايز اقول لك حاجه من وجهه نظري، ان زيزو لو بقى فري مش هياخد ال 180 مليون دول. النادي اللي هو عايزه، اللي هو درجه تانية، مش محترف في السعوديه، ويدفع الرقم ده عليها علامه استفهام كتير. يعني انا من وجهه نظري ان انا سايب لعيبه شمال افريقيا كلها، وسايب لعيبه في اوروبا ممكن اجيبها يلعبوا درجه تانية في السعوديه واقل من كده ولعيبه كويسه، وليه الاصرار على زيزو بالذات؟ ما هو مش دوري محترفين، ده درجه تانية في السعوديه، ادفع فيه الرقم ده ليه؟ وزيزو لما يبقى فري مش هيدفع فيه الرقم ده، وقول وليد قال. فهي في علامه استفهام كبيره على موضوع زيزو ده بالذات. حد عايز يضايق الزمالك يعني؟ ممكن زي اللي احنا بنسمعه دلوقتي، اللي هو الراجل الفرود الانجولي ده تقريبا، اللي اتبعت له السي في سدهايه بالمشاكل كلها بتاعت الزمالك والغرامات والكلام ده. مين اللي بيعمل كده؟ فانا بتكلم في ايه؟
زيزو لعيب كبير واتمنى يبقى موجود، واحسن لاعب في مصر من وجهه نظري اخر 3 سنين. لكن برضو انا كمجلس اداره، طب انا هديك 100 مليون في السنه في مصر؟ صعب يعني. كتير قوي. صعب. وبعدين يا عم انت تستحقهم. طب اللعيب اللي بيلعب جنبك ده اللي بياخد له 10 ولا بياخد له 7 ونجم في فرقته في طبعا. حتته، يعني خلي بالك زيزو نجم فين؟ في مكانه، مم. صح؟ طب ما انا اجي ابص هنا، المسلوسي نجم فين؟ في لا، معاك مكانه. عبد الله السعيد ومعاك ناصر ما ماهر انا جاي لك ومعاك في الكلام. الونش ومعاك عواد ما- ومعاك معنى ايه؟ معاك لعيبه كبيره، معنى ايه؟ عمر جابر. اللي بالظبط اللي هي ايه؟ ان انت مهما كان اللعيب ده كويس، انت مش هتلعب لوحدك ولا مش هتاخد بطولات لوحدك، مش هينفع. لكن انت نجم في الحته دي ومميز فيها، بس ما تبقاش مميز قوي على اللي بيلعب جنبك. ما هو اللي بيلعب جنبك ده في مكانه هو نجم برضه، هو صح. نجم، بس ما بياخدش الرقم بتاعك.